إنا لله وإنا إليه راجعون. محمد الحداد رئيس الأركان الليبي كان راكب طيارة وموجود في تركيا، فالطيارة دي فجأة اختفت عن الرادارات وعن كل حاجة. وبعد شوية ظهر مسار الطيارة ديت على الخريطة، وتركيا حددت مكانها وأثبتت إن الطيارة وقعت. والطيارة كانت بعتت استغاثة إنها عايزة هبوط اضطراري، وجابوا الخط بتاعها وهي بتلف زي ما يكون كانت عمالة تلف دوراني بحيث إنها متقعش، لكن برضه وقعت ومات. وفي سر غامض ورا الموضوع ده، وفي ناس كتير بتتكلم من الليبيين ومن الجيش الليبي عن إزاي ده حصل دلوقتي بالأخص. إزاي الأركان حرب جيش الليبي يتعمل معاه كده في الأراضي التركية، زي اتهام صريح بس من غير ولا دليل ومن غير ولا إثباتات، بس إن في صندوق أسود في الطيارة وفي كل الطيارات بيكشف كل حاجة حصلت قبل وقوع الطيارة على طول. يعني بيجيب كل حاجة، السسبنس اللي حصل كله من أول ما الطيارة بتبدأ تقع لحد ما بتتفجر. والتفجير بتاعها كان غريب جدا، يعني من بلد تانية بعيد كانوا بيصوروا، يعني الصورة كانت طالعة في الفيديو غريبة قوي، تحس انها اصلا قنبلة مش طيارة متفجرة. والله يرحمه، والله يرحم الطاقم اللي كان معاه.